زاوية اليوم هي للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية صاحبة الصوت الرائع الذي ما زال يصدح في سماء الفن إلى الآن. ولدت الفنانة الكبيرة وردة في فرنسا عام 1939 لأب جزائري وأم لبنانية. بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة تغني لعمالقة الغناء مثل أم كلثوم وأسمهان أروع الأغاني. تنقلت بين فرنسا ولبنان ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية المض وعبد الحامولي. وإن يوم شافوني لوحدي يقولوا علينا متخاصمين، وإن يوم شافوني لوحدي يقولوا علينا متخاصمين، وإن يوم شافوني لوحدي يقولوا علينا متخاصمين. وازاي هنتخاصم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ازاي هنتخاصم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. طيب لو خصمك يا حبيبي هكلمني. وكان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية أوقات بتحلو التي أطلقتها في عام 1979 في حفل فني مباشر من ألحان الراحل سيد مكاوي. كما تعاونت مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وبعد رحيله اجتمعت مع الملحن الراحل بليغ حمدي في عدة أغاني، ومن أجملها وكانت آخر ما تعاملت به معه وهي أغنية بودعك. ومن الأغاني الجميلة أيضا بتونس بيك لصلاح الشرنوبي، حيث قدمت اللون الطربي الخفيف الذي يجاري الوقت والعصر ضمن أغاني رائعة ما زالت تحاكي القلب حتى الآن. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش نفارق. خليك هنا خليك وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح. وخليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. شاركت وردة الجزائرية في العديد من الأفلام، ومن أشهرها حكايتي مع الزمان وفيلم صوت الحب وأميرة العرب مع كبار الفنانين مثل رشدي أباظة وحسن يوسف وعادل مأمون وكثيرين غيرهم. وكانت آخر أعمالها عمل درامي تلفزيوني وهو المسلسل آن الأوان الذي لاقى نجاحا باهرا. وردة الجزائرية تجمع بفنها صدق الكلمة والإحساس بطرب اللحن، فالذوق العربي اشتاق لمذاق زمن الفن الجميل زمن العمالقة.